بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وحلقة جديدة من قناة احترف اكسل مع ممدوح. النهارده يا جماعة بنتكلم بنكمل موضوعنا مع فورميولا اوديتنج والأدوات بتاعتها، وكنا اتكلمنا على تريس بريزيدنتس وازاي بتعرف الخلايا او الخلايا اللي مؤثره في خليه معينه. انت عايز تعرف الخليه دي جايه منين، زي صافي الايراد كنا بندوس عليه كده مثلا، فيقول لك الخليه ديت جايه ناتج او اللي مؤثر فيها اجمالي الايرادات واجمالي المصروفات. ولو كنت دوست كمان هيقول لك ان الاجمالي ده مؤثر في اجمالي الايرادات، وان الارقام دي مؤثره في اجمالي المصروفات، وبالتالي مؤثره في صافي الايراد. وكنا بنشيلها بالريموف الروس. النهارده هنتكلم عن تريس ديبندنتس، وهي عبارة عن ايه. يعني مثلا الخلية ديت مثلا كده، الخلية دي رقم عادي، مش معادلة ولا حاجة. لو جيت دوست عليها تريس بريزيدنتس هيطلع لك الرسالة دي. طيب لو جيت دوست بقى على تريس ديبندنتس، يعني الخلية دي بتأثر في ايه. فلو دوست عليها كده هتقول لك ايه، ان الخلايا ديت بتأثر في اجمالي الايراد. ولو دوست عليها تاني هيقول لك ان اجمالي الايراد بيأثر في صافي الايراد وبيأثر في هامش الايراد. طيب لو دوست على ال1000 جنيه دي مثلا، لو دوست عليها تريس ديبندنتس هيقول لك دي بيأثر في اجمالي المصروفات، ولو دوست عليها تاني هيقول لك ده بيأثر في صافي الايراد. يبقى عرفنا تريس بريزيدنس الخلايا اللي بتأثر في الخلية يعني الخلية دي متأثرة بإيه اللي هي صافي الإيراد. وعرفنا تريس ديبندنسي الخلية دي بتأثر في إيه. تمام. فهنشيل الأسهم بتاعتها ريموف الروز. تاني حاجة شو فورميولا، او وضح لي المعادلات. لو انت بتشتغل على الشيت وانت مش عارف الشيت ده لسه جديد عليك، فانت عايز تعرف المعادلات بتاعتك بخطوة واحدة، فبتيجي تدوس كده تعمل كده شوف فورميولا. والله بيقول لك ان اجمالي الايرادات ده فيه معادلة، واجمالي المصروفات فيه معادلة صم، وصافي الايراد ده عبارة عن معادلة A B9 ناقص B15، وهامش الايراد عبارة عن G4 على B9. فبيوضح لك ايه المعادلات كلها مرة واحدة، فبتدوس عليها عشان ترجعها تاني. طيب ايرور تشيكنج دي، لو احنا مثلا بصينا على المثال ده كده وطالع لي في خطأ، انا عايز اعرف الخطأ ده جاي منين، يعني اعرف تتبع الخطأ جاي منين. فباجي بدوس هنا مثلا كده، لو جيت عملت ايرور تشيكنج هيقول لي تريس ايرور، تتبع الايرور. فلو جيت عملت كده هلاقوا مديني من النقطة الحمراء دي كده ان هنا بدأ يحصل ايرور، وبالتالي اثر في صافي الايراد، وبالتالي اثر في هامش الايراد. طيب انا من بعد النقطة الحمراء دي ابدأ ارجع فوق بقى اشوف الخطوات بتاعتي كانت ماشية مظبوطة ولا لا. فلو جيت هنا مثلا على ايرادات اخرى دي رقم 1250، لو جيت على وعد بنكية كده لقيتها اختفت. طب ايه المشكلة؟ فاتى يعني الرقم دوت مش مكتوب، مش 111، ده الرقم دوت ده عبارة عن ألف بالعربي. فلو جيت عملتها ديليت كده وكتبت 3 وحيد ادوس انتر، طلع لي الاحمر اختفى والمشكلة راحت. يبقى ايرور تشيكنج بيقول لك الخطأ بدأ منين، فانت بتبدأ بقى من بعد النقطة الحمراء، بتبدأ بقى تراجع شغلك عشان تبقى عارف الخطأ بدأ منين. تمام. وهنشيلها من ريموف الرول. طيب الحاجة التانية اللي هي evaluate formula، يعني ايه الكلام ده؟ هنا بيجي يقول لي ايه، بيوضح لي كده، بيقول لي ان صافي الايراد ده مثلا عبارة عن B9 ناقص B15، وحاطط لي تحت B9 خط كده. فلو جيت دوست evaluate هيقول لي ان B9 ده عبارة عن ايه، عبارة عن 4391. طب وB15 عبارة عن 3550. طب لو عملت كده هيطلع لي 811 صافي الايراد. يعني بيقول لك المعادله دي جايه منين، بيشرح لك المعادله بالتفصيل. تمام. فلو جيت هنا عملت كده تاني ستيب ان، ايه ستيب ان دي؟ لو دوست عليها كده هيقول لك ستيب ان بي 9 دي عباره عن ايه. بي 9 دي كانت عباره عن ايه؟ بي 9 دي عباره عن بي 5 زائد بي 6 زائد بي 8 زائد بي
بي 5 زائد بي 6 زائد بي 7 زائد بي 8. ولو عملت ستيب تاني كده هيروح جمع لك ايه، جايب لي بي 5 ب 1500، تمام، اللي هي الخلية الاولانية. لو جيت عملت كده بيساوي 1500. لو جيت عملت ستيب ان او ستيب اوت هتطلع تاني، هتدخل بقى على ايه الخطوة ال الرقم التاني، تعمل ستيب ان، بعد كده تعمل ستيب اوت بتساوي تطلع كده بقت 1500 زائد 1500، وبعد كده تطلع ستيب اوت تاني. المهم بي 15 دي اللي هي اجمالي المصروفات، هتعمل برضو ستيب ان عبارة عن صم اجمالي الصم ايفاليويت بيساوي 3500 3550. فاعمل كده، ففي الاخر بيشرح لك المعادلة ماشية ازاي، والرقم ده جاي منين والرقم ده جاي منين. ده كان موضوع حلقتنا النهارده، وان شاء الله الفيديو الجاي هنشرح مع بعض ويدج ويندو، ودي خاصيه جميله جدا وهنشرحها مع بعض بالتفصيل. ارجو ان يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش دعم القناه بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.